الفيديو ده عن الشغل، عامة البروسيس ان انتي اساسا تدوري على شغل، ولما تلاقي شغل ازاي تتعاملي، والتجربة نفسها بتبقى عاملة ازاي. مبدئيا انتي عشان اساسا تدوري على شغل لازم تشتغلي على CV. الفكرة فيه كلها هي ان انتي عندك سكيلز وعندك بوتنشال معين وعايزة تبينيه للمدير بتاعك او اللي هيعينك يعني انتي تشتغلي. مش شرط يكون عندك خبرة، مش شرط يكون عندك work experience، لان انتي حطي كل التجارب اللي انتي عملتيها او كل الحاجات اللي انتي شاركتي فيها اللي قدرتي تبيني فيها اي سكيلز عندك. عملتي volunteering في اي حاجة، اشتغلتي في اي events مثلا، نظمتي اي حاجة، عندك اي projects دلوقتي بتشتغلي عليها مع حد، سافرتي في اي حتة ومريتي بتجربة غيرت لك طريقة تفكيرك، او سافرتي عشان تعملي حاجة معينة. الحاجات دي كلها بتفرق جدا، بتبين ان انتي بتحبي تجربي حاجات كتير، وان انتي مش خايفة ان انتي تجربي حاجة جديدة، اللي هو انتي مش حد بيدور على شغل وخلاص، لا انتي فعلا عايزة ان انتي يعني عندك، ان انتي بتحاولي فعلا من CV ان انتي تثبتي ان انتي غير كل الناس التانية اللي قدمت، او انا في حاجة مختلفة. شوفوا السكيلز بتاعتي، شوفوا البوتنشال بتاعي. البروسيس طبعا مش سهلة، ومفيش اي شغل هيجيلك على طول، او يعني على الاقل معظم الناس. انا شخصيا اخدت شهور على ما اخيرا يعني لقيت شغل. قعدت بقدم في اماكن كتير جدا لفترة كبيرة، وبعديها بكام شهر لقيت شغل في محل لبس، فحاجة بسيطة جدا بس فعلا تجربة فرقت جدا. الشغل نفسه محيط مختلف جدا، انتي بتتعاملي مش عارفة، هي تجربة مختلفة تماما، مش زي الجامعة، مش زي المدرسة أكيد، مش زي أي حاجة تانية ممكن تكون، مش زي حتى الفولنتيرنج. لو انت عملتي فولنتيرنج في أي حتة مش عيب ان انت تغلطي، وما فيهاش أي مشكلة انت تغلطي، بس أهم حاجة ان انت لو انت مش فاهمة حاجة أو في حاجة عايزة تعرفيها اسألي، ما تخافيش ان انت تسألي. اسألي المدير بتاعك، اسألي الناس اللي انت بتشتغلي معاها، استفيدي من خبرتهم، ايه الكويس هنا وايه الوحش هنا، واتعلمتوا ايه. لو بتكلمي مثلا المدير بتاعك، اقدر استفيد ايه من خبرتك، اللي هو يعني هتعلم ايه من هنا، انا عايزه اطلع من، يعني عايزه لو انا مثلا مشيت من هنا او حاجه اكون مشيت باكسبيرينس مختلفه. بس كده، هي كل الفكره انه تجربه الشغل دي فعلا مهمه جدا، ومش فارق انت بتشتغلي فين، بتشتغلي في محل لبس، بتشتغلي في محل جزم، بتشتغلي في مطعم، بتشتغلي في اي حاجه بسيطه، بس الفكره فيها الاكسبيرينس، مش في الفلوس، مش في اي حاجه تانية. انا بتكلم عامه دلوقتي على الشغل المؤقت، الشغل اللي انت تقدري تستفيدي بيه، الشغل الجانبي اللي هو الجامعة هي الأولوية بتاعتك دلوقتي عشان انت بتتعلمي. فالحاجات التانية دي بتبقى كلها مجرد تراكمات، حاجات تملي بيها CV، حاجات بتتعلمي منها حتى وبتستفيدي من الخبرة دي.